السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. قبل ما ابدا الفيديو بقى صبح عليكم صباح الخير والفل والورد والياسمين. صباح الخيرات كلها عليكم يا رب كده. قبل ما نبدا برضو الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده بدات يومي. قلت لازم كده ابدا يومي كده بحاجه تفوقني وتخليني نشيطه كده طول اليوم. عملت كده كوبايه كوفي ميكس. كنت اخدت سندوتش كده وقلت اشرب كوبايه كوفي ميكس كده عشان خاطر اقدر انزل، لاني بجد بتعب الايام دي من النزول والطلوع والحاجات دي، يعني بقت تتعبني قوي لما انزل من غير فطار او اي حاجه. فنخلي بالنا لو اي حاجه بسيطه بس كده. اللي معاه برشام ضغط، اللي معاه اي علاج ياخده على الريق قبل ما ينزل يروح اي مكان يعمل كده. كده بدأت بقى ان انا عملت كوباية كافي ميكس زي ما قلت لكم، هبتدي بقى اشربها وهشوف كده، اتكل على الله واشوف انا يومي هيبدأ ازاي، وهنشوف بقى مع بعض برضو هبدأ معاكم يومي بايه وهعمل ايه النهاردة ان شاء الله في المطبخ. نزلت السوق كده وجبت بسم الله ما شاء الله خيرات الله. ربنا يا رب يملى بيوتنا كلها بالرزق والبركة كده ان شاء الله، ويرخص قوتنا وقوت المسلمين اجمعين. هنا بدأت معايا الرمان. جبت رمان. طبعا الرمان مفيد جدا جدا. هو اي نعم غالي شوية بس هو مفيد طبعا. جبتها مفتوحة كده عشان اعرف ان هي حمرا ولا لأ، هي مش بايظة ولا حاجة عشان محدش يفكر ان هي بايظة. انا بحب افتح الرمان كده قبل ما اشتريه، لان اوقات بيبقى شكلها حلو قوي من بره ومن جوه يعني استغفر الله العظيم ما تبقاش حلوة خالص وبيضة ومش مسكرة كمان. جبت معايا هنا اللهم صل على النبي ده كانتالوب، وجبت معايا كمان سبانخ وخضرة وده قلقاس، وجبت بامية كده، ودي فاصوليا خضراء. انا من عشاق الفاصوليا الخضراء طبعا، جبتها برضو معايا كده. آه بصوا بقى يا حبايبي، انا اول ما باجي من السوق طبعا ما بدخلش على المطبخ على طول. بفرش اي حاجه كده في الصاله وبقعد. طبعا باجي من السوق هلكانه، فانا باجي بقعد على طول، ما بدخلش المطبخ او ما بحاولش ان انا اشتغل على طول في المطبخ. باجي بفرش حاجه وبجيب الخضار بقى كله اللي معايا، افضيه كده قدامي، واجيب السكينه واجيب الاطباق بتاعتي واشوف انا هعمل ايه في الخضار. اوضبه كله وانا قاعده زي كده، مش هياخد معايا يعني ما بيكملش معايا وقت كتير. وبجهزه كده وكل حاجة بحطها في كيسها تاني زي ما انتوا شايفين كده على ما بدخل جوه في المطبخ، وبفضل الخضار في الأطباق بتاعتي. ببتدي بقى اوضب بقى الاكل كله على النار. جبت معايا رز وشعرية وحبة توابل وحبة مرقة كده. آم، بس كده طلبات بسيطة والحمد لله اتقضت ومليت بيتي بالخير بسم الله ما شاء الله. ربنا يملى بيوتنا يا رب كده بالخير والعمار ان شاء الله. نشوف بقى هنبتدي يومنا ازاي. فضيت معايا الرخامة وكمان جبت معايا هنا ده اريال. الاريال طبعا برضو اسعاره رفعت جدا. طبعا ما حبيتش ان انا اسيبه كده، جبت معايا كان عندي جردل. كنت جايباه من المقلة بتاعت اللب وكده، ده اللي بتحط فيه الكريسبي وبتحط فيه الحاجات دي. جردل ده كبير. طبعا انا ما عنديش علبة اللي هي بتاعت المسحوق الاوتوماتيك دي. قلت الجردل مش هيقول لا ولا هيعمل اي حاجة. اي حاجة تصرفي ومشي نفسك باي حاجة موجودة عندك، مش لازم نلتزم بكل حاجة يعني نجيب حاجتها بالظبط. لا، ممكن امكانياتنا ما تسمحش ان احنا نجيب مثلا علبة المسحوق الاوتوماتيك، فانا مشيت عادي خالص بالجردل ده. فضيته كده بالطريقة دي هيكفيني فترة كويسة. لما يخلص ان شاء الله ربنا يدبرها واقدر اجيب تاني يا رب كده. جبت كوباية المسحوق كده وحطيتها في الجردل وهبتدي اقفله واشيله مكانه. وقت ما هحتاج هفتح الجردل واطلع المسحوق بتاعي واشتغل زي ما انا عايزة منه. بحب اوريكم الافكار كده واحدة واحدة عشان خاطر ناخد من بعض اي فكرة اي خبرة او اي حاجة. طبعا انا قلت لكم ان انا باجي من السوق ما بعملش اي حاجة قبل ما برتاح، بس بصراحة كنت حاطة حلة الشوربة وحلة
سلق اللحمة، لان انتوا عارفين اللحمة بتاخد وقت شوية عن الفراخ. فانا قلت اسلق اللحمة اول حاجة كده. طبعا كانت داخلة على سوا الحمد لله على ما وضبت الخضار. فقلت بقى ابدأ في الاكل على طول. جبت معايا هنا البصل بتاعي وبدأت ان انا اقشر فيه. هعمله على الكبة كده برضو عشان ما ياخدش معايا وقت خالص. بدأت اقشره كده في الحوض واحدة واحدة كده، لان انا مش بتحمل كتير ان انا اعمل البصل بصراحة على ايدي، لاني انا عيني بتلتهب بسرعة. فما فيهاش اي مشكلة لما اعمله على الكبة خالص. جبت هنا معايا الحلة بقى الجميلة دي اللي انا هعمل فيها البصلة. جبت معايا هنا برضو حتة دهنة من اللي كانوا في الشوربة كده، برضو هتدي دسامة كده للبصلة وتدي طعم حلو ومسكر. حطيت البصل كده وخلاص اهو داخل على سوا. قرب يتحمر، ما بحاولش اغمق البصله قوي عشان لون الصلصه ما يبقاش غامق. وحطيت القوطه عصرتها كده برضو، حطيتها كده على البصله عشان تتسبك. وخلاص كده هسيبها تتسبك براحتها على ما اشوف انا هكمل وهعمل ايه كمان في بقيه الخضار اللي هبدا بيه الاول. لو وصلنا بقى الفيديو بقى مع بعض كده لغاية هنا، يا رب كده الفيديو يكون عاجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير، وكمان الاشتراك اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زرار الجرس. ولو ما فعلتهوش مش هيوصلك اي فيديو انا بنزله تلقائي. لو فعلت زرار الجرس طبعا اكيد هيوصلك اي فيديو انزله على طول، هيوصلك باشعار تقدر تتفرجي عليه. بس ان شاء الله يا رب ما تملوش من الفيديو. اي فكرة بقدمها لكم او اي وصفة او اي وجبة بقدمها لكم ان شاء الله تستفيدوا منها. كده بدأت اطلع اللحمة بتاعتي كده من الشوربة، خلاص كده بقت دايبة زي الزبدة بسم الله ما شاء الله. وكمان كانت مطلعة لي شوربة حلوة ودسمة، خلت الاكل كله بسم الله ما شاء الله طعمه جميل جدا. اللحمة لما يكون فيها حتت ملبسة او فيها حتت فيها دهون كده بتدي بجد دسامة للشوربة وطعم تاني خالص للاكل. جبت هنا الطاسة دي جبت فيها توم، زودت التوم شوية وحطيت فيه حتة سمنة كده كبيرة حلوة كده. التوم ده زيادة ليه؟ لان انا هحط فيه اللحمة. انا مش هحمر اللحمة ولا اعمل لها تقلية بصل، لان هي بس كده تقلية التوم. بجد اللحمة برضو بتبقى طعمها جميلة جدا جدا بالتوم. جربوها، اللي مجربهاش هتفرق معاكم كتير، طعمها جميل جدا. حابة تضيفي عليها كمان قرن فلفل اخضر في التوم كده يتدبل معاه كده، برضو بيدي طعم حلو. انا بحبها بصراحة بتومة بس كده، وبضيف لها حبة توابل. طبعا احمرت كده التومة بس بقت لونها دهبي كده جميل قوي. ضفت لها كده كوباية مية، ما ضفت الشوربة. قلت الشوربة هسيبها للطبيخ، لكن اللحمة هي هتنزل برضو دسامة في التوم. حطيت بقى الملح وهحط بقى البهارات بتاعتي اللي انا عايزاها. طبعا ما تحاولوش تكتروا اي بهارات في اللحمه، خلوا طعمها كده يبان ان هو طعم اللحمه، ما تغطوش على طعمها حاجه. وكمان الصوص بتاع التوم ده آه ما تغطوهوش برضو باي طعم بهارات، يعني حاسه كده ان هو فيه طعم اللحمه بس. حطيت فيه بهارات قليلة جدا وسبتها بقى مع نفسها تتشرب من الصوص ده. قلت بقى هكمل بقية الخضار بتاعي. جبت اول حاجة كده معايا السبانخ، انا قطعتها طبعا الاول. انا بفضل كده ان انا اقطعها الاول قبل ما اغسلها، لاني بحس كده ان هي بتنضف معايا اكتر. بيبقى كده التراب او الطينة اللي فيها بتنزل معايا بكل سهولة خالص. بغسلها كده وانضفها لما احس ان المية بتاعتها بقت مية نظيفة جدا. بس كده. طبعا انا مقطعه عليها الخضره بتاعتها. انا بقطع على السبانخ كزبره وبقدونس، مش بحط كزبره بس، لا انا بحب احط كمان معاه بقدونس بيديها طعم جميل جدا. بصفيها كده مره واتنين وتلاته لما بحس ان خلاص الميه نطفت جدا. شايفين الرواسب اللي في الاخر دي؟ انا بغسلها كذا مره عشان كده. ولما بتنضف بقى خالص بسيبها في المصفى تتصفى مع نفسها خالص كده. لان بجد الخضروات دي من يعني لو ما اتغسلتش حلو من الطينة بتاعتها دي، اي اكله هتاكلوها هتحسوا كده ان هو فيه قرشة او فيه رملة. لازم نغسله كذا مرة. كده بدأت ان انا اقلب اللحمة بتاعتي وسبت كده السبانخ برضو على الحوض بتتصفى في المصفى. شايفين ما شاء الله الصوص بتاعها خلاص كده بدأت تتشرب فيه. بجد ريحتها كانت جميلة جدا جدا. اللي ما جربش بجد الوصفة دي في اللحمة فايته كتير، طعمها بجد جميل وخفيفة قوي 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 في الصيف او في الشتاء، جميلة جدا. هنا الصلصة بتاعتي كانت خلاص اتسبكت معايا. قسمت الصلصة دي لجزئين،
طبعا خليت الحلة فيها الجزء اللي انا هعمل فيه السبانخ، لان انتوا شايفين السبانخ بتبقى في الاول هايشة كده، محتاجة حلة كبيرة عشان تاخد راحتها. سبتها كده بقى وقلت هغطي عليها لما تدبل خالص وتستوي، وبعد كده هشوف انا هضيف عليها ايه كمان. جبت الحلة دي كمان، دي للصلصة بتاعت الفاصوليا الخضراء. هبتدي بقى ازود عليها الشوربة بتاعتي، وهغسل بقى الفاصوليا بتاعتي برضو حلوة قوي. الفاصوليا بقى من الخضروات اللي ممكن نغسلها، والافضل ان احنا نغسلها قبل ما تتقطع، لان بينزل منها بذور. فدي برضو يعني مش مستحب ان البذور دي تترمي كمان او تقع في المية اللي احنا بنغسلها بيها بعد ما بتتغسل. فالافضل ان احنا نقطعها بعد ما بتتغسل. لكن انا هنا انا قطعتها عشان طبعا كنت جايه تعبانه، فقلت يلا خلصها معايا بالمره. فالافضل ان هي تتغسل بعد ما تتقطع بعد ما تتغسل. وانا كده حطيتها على النار برضو تستوي براحتها خالص. على ما اعمل الرز كده، الرز هعمله بشعريه بيبقى طعمه حلو قوي، ولادي كمان بيحبوه. قلت كده خلاص، يعني انا الاكل بتاعي برضو كل حاجه كل حله على عين كده، مش هياخد معايا اي وقت. جبت هنا معايا ده فريك اخضر، انا بحب جدا جدا الفريك الاخضر في السبانخ. بصراحه مش بحب احط لها رز او حمص، بفضلها قوي بالفريك، بيبقى ده افضل حاجه بالنسبه لي. وضفته كده خلاص، هيبتدي بقى يستوي مع السبانخ براحته خالص. كانت الشعرية هنا استوت، وبدأت ان انا احط عليها الرز واديلها كده تشويحتين يتشمع كده الرز مع الشعرية. وهضيف بقى المية او الشوربة زي ما انت عايزة. وواحد مكعب مرق كده مع الرز، فيه مرقة صيني بيضة برضو بتدي طعم جميل جدا، بس للأسف كانت خلصانة عندي. قلت اضيف كده مكعب مرق، ده برضو بيدي للرز طعم حلو قوي. لما تحطوا كمان زيت مع سمنة برضو بيدي طعم حلو قوي قوي للرز، عن ما تعملوه بزيت بس او بسمنة بس. الاتنين بيدلو كده طعم حلو، بيبقى مفلفل الرزاية حلوة قوي. بدأت ان انا اضيف مية، مش هضيف شوربة بصراحة لان انا حطيت مرقة. لكن شوربة اللحمة انا محتاجاها لسه تاني في الوصفة الاخيرة اللي انا هعملها. في ناس تقولي انتي ليه بتكتري عدد الخضار كده على الطبيخ في يوم واحد. انا بصراحة بحب كده، اتعودت على كده كمان من زمان، من وانا في بيت ابويا واحنا بنعمل كده. في ناس بتقولي لا، انا بعمل هو نوع واحد بس جنب الرز، اي نوع من ده بس هو واحد جنب الرز. انا بصراحة مش بعرف، فيعني ده مش تبذير مني والله، او اسراف او اي حاجة من دي. انا ما بعرفش اعمل نوع واحد بس جنب الرز. بصوا، كنت الاول بقى جبت السلق، انا كنت منضفاه ومقطعاه وغسلته حلو جدا جدا، وحطيته بحبة مية صغيرين على النار يتسلق. السلق بتاع القلقاس اللي احنا بنجيبه زي الجرجير ده، انا قطفته من العيدان بتاعته وغسلته وحطيته على النار في حبة مية صغيرين، وسبته يتسلق براحته كده على النار. وكنت مقطفة زي ما انتوا شفتوا الكزبرة والبقدونس، انا بحط الاتنين، بيدي طعم جميل جدا للقلقاس. بقطفه زي الملوخية، مش بقطعه بالسكينة. ده بيفرق جدا جدا في لما تقطفوه او تقطعوه. جبت القلقاس، دي الطريقة بتاعتي اللي انا معتمداها يعني على طول، مش بغيرها ابدا. تقطيع القلقاس بالطريقة دي اسهل طريقة ممكن تقطعي بيها وتقشري بيها القلقاس، هي الطريقة دي. عن ما تقطعيه وهو صحيح كده، بجد بيبقى يعني متعب ورخم جدا جدا للبنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد. الطريقة دي بجد اعتمديها مش هتندمي. اسهل طريقة ممكن تقطعي بيها القلقاس، لان القلقاس بجد من ضمن الخضار اللي قاسي قوي ورخم في تقطيعه وفي غسيله وفي كل حاجة، بس طبعا في طعمه حاجة كده تحفة، بسم الله ما شاء الله. طعمه بجد احنا ما نقدرش ابدا نستغنى عنه، لان في ناس بتعمله بكذا طريقة. بصراحة انا الطريقة دي بس اللي انا هعملها قدامكم، دي اللي انا برضو معتمداها على طول. في ناس بتعمله بكذا طريقة هقول لكم عليها برضو. كده بدأت ان انا جبت الشرايح دي بعد ما قشرتها، قطعتها صوابع كده اكني اعمل بطاطس صوابع بس بحجم كبير، وقطعتها مكعبات. طبعا انت التقطيع اللي ترتاحي لها قطعيها، الحجم اللي انت عايزاه قطعيه بيها. انا بحب اقطعه وسط علشان ما يتهريش معايا لو هو صغير، او لو هو كبير ما ياخدش سوا معايا. كانت خلاص هنا اللي شايفين السلق
محبتش ان انا اسلقه في ميه كتير، لان انا مش هدلق الميه بتاعته، هضربه بميته كده في الخلاط، لان انا كنت غسلاه حلو قوي قوي، فميته نضيفه الحمد لله. هضربه في الخلاط بميته. وكنت غاسله معايا هنا الخضره اللي انا مقطفاها وسايباها تتصفى. كنت كمان غسلت القلقاس، يعني بص غسله متينه من الاخر، لان القلقاس بياخد غسيل، يعني مش عارفه اقولكوا قد ايه. بغسله بليمون وملح وكل حاجه، لما بحس ان هو خلاص الحاجات الزلال اللي بيبقى فيه ده خلاص كده خلص. جبت هنا الخضره بتاعتي، حطيت لها معلقه سمنه محترمه كبيره كده، وبدات ان انا اشوحها على النار. وتخلي بالكوا علشان الخضره بتتحرق بسرعه، اول ما تلاقوها كده بدات تغير لونها، بتشيلوها من على النار، حتى لو هي طريه شويه بسيطه تشيلوها من على النار وتسيبوها لما تبرد. هتلاقوها لما بردت الحتت الطريه دي نشفت بجد عن تجربة. ما تستنوش لما هي كلها تتحمص، لان الطاسة بتبقى لسه سخنة. السخونية دي بتخلي بقى الخضرة ان هي تتحرق او طعمها يمرر كمان او يغمق قوي. لا سيبيها حتى لو هي لسه طرية شوية، السخونية الطاسة هتنشفها ما يجراش حاجة. بدأت بقى انا اجيب التوم بتاعي والطاسة الصغنونة الجميلة بتاعتي دي، بعمل فيها الطشة دايما لكل الخضار بتاعي اللي زي كده. عملت بقى طشة السبانخ اللي خلصت وريحتها وطعمها كانوا بجد في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. طشتها بالثوم كده، بحب ازود الثوم ليه؟ لان بيدي طعم حلو قوي للاكل. وانا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين انا بعمل كمية محترمة يعني في الطبيخ بتاعي، مش بعمل كميات قليلة ولا حاجة. بصوا لما بردت بقى الخضرة اللي انا كنت مشوحاها على النار وحمرتها زي كده، خلاص نشفت معايا كلها، حتى لما كانت خضرة وطرية زي ما انتوا شفتوا شايفين احمرت كده، وهرستها بايد هون. بقيت زي الزبدة، ما تخلوهاش خشنة عشان ما تبقاش في وش القلقاس، تبقى صاحية كده، او الورق بيبقى خشن وباين كده على وش الشوربة. لا حاولوا تنعموها حلوة قوي كده. كان السبان القلقاس بتاعي كان استوى، بس ما خليتوش استوى اللي هو 100%. لا خليته يعني ماسك شوية كده. وزودت له الشوربة بتاعته لما الشوربة قلت. وجبت السلق بتاعي اللي انا كنت عاملاه في الخلاط، ضفته عليه، يعني خد يدوب غلوة واحدة او ممكن كمان ما كملش الغلوة، علشان السلق بتاعي ما يغمقش. طبعا انا كنت هنا خلاص حطيت حبة شوربة على الخضرة بتاعتي اللي انا هرستها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اضيفها برضو على القلقاس. طعمه بالطريقة دي بجد وهم، بجد جربوه لو انتوا مش بتعملوه بالطريقة دي. لو جربتوها مش هتعملوه غير كده كل مرة. في ناس بتعمله بقى بالصلصة زي البطاطس الطبيخ، انا بصراحة ما جربتهوش قبل كده عشان حرام ما اقولش هو طعمه حلو ولا وحش، لكن انا بفضل الطريقة دي دايما. عايزين نعملها لكم في يوم، اعمله لكم اللي هو القلقاس بالصلصة، ونشوف كده ونجرب مع بعض طعمه هيبقى عامل ازاي، وهقول لكم طعمه عامل ازاي. جبت هنا التوم ده للقلقاس برضو، خليته كده يحمر يبقى لونه ذهبي كده معايا، وبدأت ان انا اطش القلقاس بتيجي بعد ما طفيت عليه. كانت برضو ريحته جميلة جدا وطعمه. وتحاولوا تظبطوا الملح بتاعه، لو الشوربة عندكم مش دسمة قوي زودوا له معلقة مكعب مرق، بيدي طعم حلو قوي. كان هنا الرز خلاص بصوا واحدة بوحدتها مفلفل وطعمه جميل، والفاصوليا كمان كانت استوت خلاص معايا. كل الاكل بسم الله ما شاء الله كان استوى وطعمه زي العسل. يا رب ما تكونوا مليتوا بجد من الفيديو، كان الفيديو عجبكم كده وتستفادوا منه لو بكلمة او بفكرة او بوصفة. هفرح جدا لو انا افدتكم باي حاجة في الفيديو. بس يا رب ما تنسوني في لايك وشير حلو منكم، وما تنسونيش اللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زرار الجرس زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. وبعد ما اكلنا واتبسطنا قلت بقى نحلي، وتعالوا نشوف انا بقشر الرمان ازاي. الرمان انتوا عارفين يعني ممل بجد في تقشيره، وكمان بيبوظ الايد حرفيا، بيبوظ الضوافر. كمان الهدوم البقع بتاعته بجد رخمة وما بتطلعش. فانا بحاول اجيبه كده اي كمية بجيبها في الرمان، بجيب طبق كبير زي كده وببتدي اقشره زي ما انتوا شايفين بكذا طريقة. ممكن تقطعيه، ممكن بتقسميها بالنص زي ما انتوا شايفين كده، وتخبطي عليها بمعلقة خشب او بأي حاجة كده تكون تقيلة عندك، معلقة تكون تقيلة
وتخبطي عليه بينزل بكل سهولة بالطريقة دي. انا بخلص كل الكمية بتاعتي وبحطها في التلاجة بحبة سكر زي ما انتوا شايفين، او بحطها في برطمان زي ما انتوا برضو شايفين كده، وبزود لها حبة مية صغيرين. في الاول مش بزود سكر بس، والسكر بصراحة بينزل منها زي شربات كده من الرمان. جبت ازازة كده وحطيت فيها القماش الصغنن ده، وخدت الصوص بتاع الرمان ده العصير بتاعه، وحطيته في ازازة كده. انا بنوتي صغيرة طبعا مش هتعرف تاكل الرمان زي ما احنا ما بناكله، فانا حبيت ان انا اديها فايدة الرمان اكتر، وكمان عشان ما يعملهاش امساك. جبت الازازة دي وحطيت فيها، صفيت فيها كده حبة عصير رمان، وقلت تشربوا كده زي العصير، برضو طعمه مفيد وزي العسل. سبته بقى في التلاجة، قلت يسقع كده شوية، برضو بيبقى طعمه حلو وهو ساقع، وكان مسكر وطعمه جميل جدا. تحفظيه زي ما انت عايزة في التلاجة بالطريقة اللي انت عايزاها، وبعد كده تقدميها برضو بطريقة حلوة لولادك يفرحوا بيها. وكمان الرمان من ضمن الفواكه اللي بجد فايدتها قوية جدا جدا جدا. الانيميا، مش عايزة اقول لكم مفيد قد ايه، بس انتوا على قد ما تقدروا تقدموه بطريقة ما تجيبش امساك لولادنا ولا لينا، لان هو من ضمن الحاجات برضو اللي اكتر حاجة بتجيب امساك الرمان، البذور اللي فيه دي بتعمل امساك. فنخلي بالنا او نعلم ولادنا ياكلوا بطريقة معينة بحيث ان ما يجيلهمش امساك خالص منه. بس هشيله بقى في التلاجة، وهبتدي بقى اقدمه بقى بالطريقة اللي تعجبني. جبت الكاسات دي، ممكن تقدميه في كوبايات، في اطباق صغيرة، فانا حبيت ادلعهم كده وقلت اقدمها لهم في الكاسات الحلوة الجميلة دي كده، بيبقى طعمها حلو كده وشكلها كمان احلى. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تكونوش مليتوا مني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير، وسلام.